واحد شاب كده وسيم بادي بيلدينج، صحة تمام، اتجوز بنت زي القمر، بس ربنا لسه ما رزقهمش بخلفة يعني. ساكن قدام واحد عنده 12 عيل، بس الراجل الاب ده اللي عنده 12 عيل بيتهته شويه في الكلام. فمرات الولد الحلو ده قالت له ما تروح يكون في طريقه للخلفه احنا مش عارفينها. قال لها هروح اساله. فدخل قال له مساء الخير يا فندم. قال له مساء النور. الحقيقه بس انا جارك هنا ويعني ليه استفسار الحقيقه بس احنا لسه متجوزين يعني ومش عارفين نخلف وما شاء الله انت عندك 12 عيل. قال له لا خانقني. قال له احنا بقى عايزين حته عيل يعني يخنقنا. قال له خد انت. قال له لا انا مش عايز اخد، انا عايزك تقول لي يعني لو في طريقه للخلفه مثلا، يعني انت عندك خبره يعني. قال له انا اقول لك على كل حاجه. خده بقى في اوضه لوحده كده. قال له بص انت تاخدها تحميها. قال له تحميها ده انا بقى انت مش متخيل. وبعدين تلبس حاجه كده احمر. لا جيب لها حاجات من باريس تجنن يعني. قال له حط بيرفيوم. قال له وبعدين تضرب كاسين. قال له ده انا بدرمغها. قال له بعدين سيجارتين كده. قال له مش عايز اقول لك نار. قال له بعدين تهدي النور. قال له ايوه. قال له بعدين تنيمها على السرير. قال له ايوه. قال له بعدين تيجي تندهلي انا بقى. توك توك دخل محطة بنزين عشان يمون، بص لقى في مقطورة بتمون 200 لتر وعربية ميكروباص 50 لتر. بص الراجل بتاع البنزين وقال له انبوه. جورج قرداحي استضاف واحد يعني، فبيقول له هسألك سؤال وخلاص باجي لك سؤال وبتربح المليون. قال له انا جاهز. قال له جاهز. قال له جاهز. قال له زوجتك بتنام على جنبها اليمين ولا جنبها الشمال؟ قال له طب ممكن استعين بصديق؟ قال له اتفضل. فاتصل بواحد صاحبه قال له بقول لك ايه، مراتي بتنام على جنبها اليمين ولا جنبها الشمال؟ قال له على اليمين. قال له متأكد؟ قال له ما هي نايمه جنبها اهي.